كان فاكر اني ما بخلفش والعيب فيه، فقرر يتجوز عليا. سبته يتجوز واخدت حقي منه. يلا بينا اكمل لكم حكايه النهارده. بس قبل اي حاجه ما تنسوش تصلوا على الحبيب وتعملوا لايك وشير. اتجوزت واحد عن قصه حب كبيرة جدا، وهو كان ابن عمي، وهو غني وانا اغنى منه ماديا. فقررنا ان احنا نخش شركة مع بعض ونكبرها وتكبر بمجهودنا. وهو كان اداري ملوش اي لازمة خالص، وانا طبعا وافقت على الشراكه. وانا طبعا دماغي كانت احسن منه، وانا اللي كنت بدير الشركه وهو كان اداري زي ما قلت لكم. فانا ما بصيتش الموضوع ده بما اني انا بحبه، وعشنا مع بعض اجمل ايام حياتنا. وبعد تجارب كتير ما حصلش خلفه، قررنا نروح للدكتور نعرف ايه الاسباب. طبعا لما رحنا للدكتور اكتشفنا ان هو ملوش في الخلفة، وان العيب منه هو. وانا بما اني بحبه فقررت اضحي تضحية مش في مكانها خالص خالص خالص، وده غلطي. بس انا وقتها كنت بحبه جدا ومكنتش اتخيل ان هو هيعمل معايا كده. وقلت له ان العيب مني انا مش منك انت. ومرت الايام وعشنا ايام جميله حلوه، ما انكرش كانت اسعد ايام حياتي، وشركتنا كبرت وبقينا في وضع احسن واحسن ماديا. المهم في يوم من الايام كبرت له الشركه وجبت له في عيد ميلاده عربيه احدث موديل. مرت الايام والليالي والسنين، 4 سنين. اتفاجئت ان في حاجات كده وهمس، وانا طبعا بطبعي شكاك جدا. فضلت وراه، عملت له تتبع للموبايل وهكرت له الموبايل، وعرفت انه بيكلم واحده ويقرر انه يتجوز، ومعرفها ان العيب مني وقاعد معايا عشان احنا اهل وقرايب. ومش عارفه اقولها لكم ازاي، مكسوف يعني من الاهل وشفقه منه بما اننا اهل وقرايب. انا فضلت عارفه كل ده ومتابعه خطواته وتصرفاته، واني طبعا بالنسبه له آلة ملهاش اي لازمه. والكلام ده قهرني جدا جدا وزعلني، فقررت اخطط واشوف هقدر اخد مني هاخد حقي منه ازاي. فضلت عايشه معاه لحد ما حدد ميعاد فرحه، وقال لي انه مسافر مع صاحبه شرم الشيخ يغير جو، وهو اداري وانا اللي ماسكه الشركه كلها. خليته عمل لي توكيل توكيل رسمي في الشهر العقاري، وبدات من هنا انفذ خطتي. ومن هنا قررت انتقم منه عشان شركتي وفلوسي وشقاية، مش هسيبه يتهنى بيهم مع الحلوة اللي اختارها وفضلها عني. فكرت كتير لحد ما خدت قراري، وعرفت انه خلاص هيتجوز كمان اسبوعين، وخد لها شقة بفلوسي وجاب لها دهب وعربية، وكل ده بتعبي وشقاية. سبته يعمل كل حاجة وسبته يسافر، وقلت له تمام. وانا كلي غل، مش قادرة انسى اللي انا عملته معاه، مش قادرة انسى حبي اللي انا حبيته له ولا التضحية، ونسيت امومتي معاه. سبته يعمل كل حاجة وخليته مسافر، وبموجب التوكيل اللي عملهولي بعت الشقة وبعت العربية وبمساعدة اخويا، وبعت العفش وما خسرتش اي حاجة. حتى الشقة اللي كان جايبها للعروسة رحت فيها وقلت للبواب انا مراته، ووريته القسيمة وبعتها، والبواب اقتنع. وبعت شقته، شقة العروسة الجديدة، وشقتي والعفش الجديد والقديم، حتى العربية اللي كنت جايبها له هدية. وكل ده بموجب التوكيل اللي كان عاملهولي عشان يعرف قيمة اللي معاه. وعلى فكرة ما خسرتش اي حاجة، اخويا ساعدني وكان عارف السمسار، وبعت العفش باحسن سعر. وبالنسبة للعربية كان سايب مفتاح الاحتياطي معايا، وهو كان معاه المفتاح الاساسي، فانا بعتها وخسرت فيه 15,000 بس، وقلت لهم ان المفتاح التاني ضاع، وبالتالي ما خسرتش حاجة. وسبته يسافر، وكنت عارفة هو في فندق ايه، ورحت له وكان فاكرني هبلة، لقيته قاعد بيطفح على البسيم وبيتمرقع. استجمعت قوتي ودخلت له. اول ما شافني اتلجلج، وبعدين اتخض وبدأ يبجح وقال لي اصل انا كنت عايزه ابقى اب. رحت مطلعه تحاليله من شنطتي ورميتها في خلقته، وقلت له انت اللي مش بتخلف، انا خبيت عليك وهتطلقني وهتخسر كل حاجه، وخليك جنب المعفنه اللي جنبك. ومسيت وانا فرحانه وكل انتصار، بس بيني وبين نفسي كنت زعلانه على السنين اللي ضاعت، على الحب اللي ضاع، على حرمان الامومه اللي انا اتنازلت عنه في الشخص الغلط. ولما رجع عرف اني بعت اللي وراه واللي قدامي، وخدت حسابه في البنك وعربيته وشقته، ومخليتلوش اي حاجه، حتى مرتبه مرضيش اديهوله.
والمعفنة التانية طلقها واكتئب لما عرف واتأكد انه ما بيخلفش. وانا برضو رفعت عليه قضية خلع، وهي رفعت عليه قواضي كتير. فقررت العيلة تتدخل، ولما العيلة اتدخلت قررت اسيب له جزء من الفلوس، والفلوس اللي انا سبتها له اداها للتانية عشان كان عليه قواضي كتير. وطبعا كل الفلوس اللي العيله كبارات العيله اتدخلوا وانا اديتها له سدها معفنه التانية، وهي اتطلقت وخدت ذهبها وكل حاجه كانت مكتوبه في القايمه. وهو دلوقتي بيشتغل موظف عند صاحبه في الشركه، وعرفت انه تعبان نفسيا ومكتئب وحالته صعبه جدا، وانا كان لازم انتقم لكرامتي. وانا اتجوزت وعايشه حياتي وخلفت ولدين وطبعا مفيش اصعب من جرح الكرامه، بس انا حاسه اني ظلمته. دي كانت قصه متابعتنا. انا مش عارفه يا ست الكل انت عايزه راينا في ايه. حضرتك شابو ليكي، اديتي درس لكل راجل يفكر يخون العهد او يخون العشره او يعرف معنى التضحيات، هو كده عارفها. انت مش محتاجه راينا خالص. بس الراجل انا من وجهه نظري يعني، وهم برضو هيقولوا لنا رايهم في الكومنتات، الراجل شقي وتعب معاكي في الشركه، فانك تسيبيه صليتي مولتي بغض النظر عن قله اصله اللي عملها معاكي، ما اختلفناش عليها، وان انت ضحيتي. بس يعني متهيألي تفكري تاني في موضوع حقه. وبرضو قولوا لنا رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير.